ابراهيم فايق بيسأل زيزو: انت نجم كبير طبعا وكل الناس عارفة انك خلاص مضيت للاهلي، بس هل انت في الاساس اهلاوي ولا زملكاوي؟ فزيزو بيقول له: بص يا ابراهيم، السؤال ده بيتكرر عليا كتير جدا، بس خليني ارد عليك بمثال بسيط. انت دلوقتي مثلا شغال في قناة MBC، صح ولا لا؟ فابراهيم فايق بيقول له: صح طبعا. فزيزو قام جاي قايل له: طب ينفع تكون بتشتغل في قناة شكل MBC وفي نفس الوقت عندك انتماء قوي لأي قناة منافسة أو أي قناة تانية؟ يعني ينفع تطلع على قناة تانية وتقول إن دي القناة اللي أنت بتشجعها واللي قلبك فيها؟ طبعا إبراهيم فايق بيرد عليه وبيقول له: مستحيل، وأنا بشتغل هنا وده مكاني، وما ينفعش أكون بنتمي لمكان تاني وأنا موجود في الكيان ده. فزيزو قال له: بالظبط، هو ده نفس موقفي. انا دلوقتي لابس تيشيرت النادي الاهلي وبمثل نادي كبير ليه تاريخ وشكل وليه قيمة. الاهلي نادي ما ينفعش تكون جواه ويكون قلبك في حتة تانية. ما ينفعش تكون بتمثل كمان بحجم النادي الاهلي وتقول انك بتنتمي لحد تاني. فابراهيم بيقول له: طيب ده معناه انك خلاص كل قلبك مع الاهلي دلوقتي؟ فزيزو بيقول له: انا دلوقتي في النادي الاهلي وكل تفكيري ان اقدم احسن حاجة للجماهير. انا بحلم احقق كل البطولات اللي ممكن احققها مع الاهلي، سواء البطولات اللي انا حققتها قبل كده مع الزمالك والبطولات اللي لسه انا عمري ما حققتها. ابراهيم فايق بيقول له: يعني نقدر نقول ان زيزو خلاص من النهارده اهلاوي؟ فزيزو بيقول لابراهيم فايق: اكيد يا ابراهيم، انا دلوقتي بعيش كل لحظه بروح الاهلي، بالطموح بتاع الاهلي، بالمسؤوليه بتاعه الاهلي، بالمنافسه والعزيمه. ده كله بيتزرع فيك اول ما تدخل النادي ده، وانت بتبقى قدام جمهور مش عادي، جمهور بيعشق الفوز وبيعشق اللعيبة اللي بتموت نفسها عشان التيشيرت الأحمر. وأنا واحد منهم دلوقتي، وبإذن الله هفضل عند حسن الظن بتاع الجماهير. بشكل ما انتوا شفتوا الحوار اللي دار بين إبراهيم فايق وزيزو ده، يعني جزء من اللي اتقال في الحوار الكبير جدا اللي اتعرض يعني. وبس كده، انا كنت حابب اوضح لكم شويه حاجات، وكان معاكم الكابتن. اشوفكم في فيديو جديد، بس استنوا، نسيتوا تعملوا لايك والاشتراك؟ انزلوا اعملوا لايك والاشتراك فضلا وليس امرا عشان يوصلكم كل الحلقات الجديده والمميزه. وكان معاكم الكابتن، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.